مساء الخير يا اسطى طريف. اهلا اهلا، اتفضلوا. اوعى ما تجيش لا يزعل. العنوان اهو. قال سعد لازم يجي. العنوان اهو. انت بالذات قال لي لو ما جاش هيتعمل لك مشكله، وبلاش وشك الكشر ده. العنوان عندك اهو. دايما نيتي خير، مش دايما، ساعات شر، بس اللي عملته الليله دي بالذات كانت نيتي فيه خير. السلام عليكم. مساء الخير يا نجيب بيه. اهلا. الاساتذه سعد وسعيد ومسعد موظفين عند نجيب بيه في الشغل، سمعوا ان عيد ميلاد نانسي هانم النهارده، فجايين يقولوا لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا نانسي هاني. معلش حاجه بسيطه كده. كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا بجد. اتفضلي. ميرسي ليكوا انتوا التلاتة على الهدايا دي بجد، شكرا. عايزك دقيقة يا طريف. اتفضلوا في الصالون، اعرفكم على شيرين هانم زركش، مامة نانسي القمر، والاستاذ مؤنس اخو الانسه نانسي عسل. اتفضل اتفضل اتفضلي. اتفضل. هو اشمعنى انتوا التلاتة بس اللي جيتوا من شغل خيلو؟ والله هو أستاذ طريف بلغنا، فاحنا لقيناها يعني فرصة مناسبة وجميلة. وكمان عشان نشكر نجيب بيه على التعيين. انا ما جبتش الهديه قصاد التعيين بس عشان ما تفهمش غلط. انا شايف ان الكتب هي الحاجه الحلوه اللي المفروض ادخل بيها بيت اول مره ادخله يعني. وانتوا عاملين ايه في الشغل؟ زي الفل والله يا نجيب بيه، بس الحسابات بقى مفيش فيها بقشيش. مفيش بقشيش بس انا هخليهم يزودوا مرتباتكم. ما لحقناش والله يا نجيب بيه. بجد ألف ألف شكر والله. هو حضرتك بتعمل كده ليه؟ بعمل ايه؟ هو ايه اللي يزودوا مرتباتنا؟ هو احنا اشتغلنا اصلا يا نجيب بيه؟ انا مش هتكلم بالنيابه عن حد. لو الحكايه ترقيه وتزويد مرتب من غير داعي يبقى الشغل ده ما يلزمنيش. في حاجه مريبه ومرفوضه بالنسبه لي، انا اسف. انا اشتغل ولما شغلي يبان حضرتك يبقى زود او قلل زي ما انت عايز، لكن كده مش هينفع. كل سنه وانت طيبه حضرتك، بعد اذنكم. ايه الواد القنعور ده؟ وكمان بتزود له مرتبه؟ خلوه حر، وبعدين هو مش قنعور، هو بس الولد مستغرب مش اكتر. كل سنه وحضرتك يا استاذه نانسي. معلش يا نجيب بيه، في ناس كده مخها متركب شمال. لا لا، عادي عادي، شرفته. عن اذن حضرتك. اتفضل. كل سنة وحضرتك طيبة. باشا، أنا موضوع الزيادة ده بصراحة بسطني وفرحني جدا، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم. سلام عليكم. مش ناسيك يا راجل يا طيب يا أبو الواجد. انت اتجننت؟ حط فلوسك في جيبك. آسف 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 والله آسف. امال هم عملوا الجناين والسلالم ليه؟ سلام احترم ذاتك وامشي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. قرف. هو انت مجنون؟ في ايه؟ في ايه؟ في بيت الراجل وبدل ما تشكره بتقول له الكلام الغريب ده ليه؟ انا حر، انا كنت بتكلم عن نفسي. لا مش حر، احنا الثلاثه دخلنا الشركه سوا واتعيننا سوا، ومش من الذوق ان انت تكلم الراجل كده. وانت اللي هتعلمني الذوق؟ انا اللي اعلمك الذوق، ما علمكش ليه؟ يعني كبير على علامه. بس يا ابني انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ طب احترم نفسك وابعد عن طريقي. ولو ما بعدتش هتعمل ايه يعني؟ قلت لك ابعد عني. بس اشوفك داخل بكتاب يقول عليك بني ادم. بس يا جدعان ما تفضحوناش، هتتخانقوا هنا. اسمعوا انتوا الاثنين، احنا اللي جمعنا ببعض الظروف بس، يعني لا اصحاب ولا نعرف بعض، ومحدش فيكم يفتح بقه معايا تاني. ده الطريقه دي، ده مجنون ده. بس يا عم بقى اهدى، مش خلاص اهدى بقى، روق. تعال تعال نتمشى وندردش شويه. روق روق. بس قمر نانسي دي، قمر. حلوه فعلا وشيك. انا وانا بديها الهديه كنت حاسس ان هم هيطردوني بره. ليه يا عم؟ ليه ايه؟ قصر قبها والناس زركش على الاخر، وانا داخل اديها شمعدان ب 120 جنيه، كانوا يقولوا لي اطلع بره. يا عم عادي، ما انا جبت لها هديه ميداليه فضه، كنت مقلق، بس هديه برضك، هنعمل ايه؟ ميرسي قوي، ميرسي. يا لهوي على الجمال، جميله جمال. كان نفسي النور يطفي وارقص معاها. سبحان الله. سرحت في ايه؟ في الدنيا. الواحد حاسس ان هو عايش في الدنيا دي بالتبرعات، بالشحاته، بالصدقه. ايه يا عم ليه بتقول كده؟ يا سيدي ما تدقش. لا بقول لك ايه، ما تبقاش نفر زي الواد اللي اسمه مسعد ده.
احنا اتفقنا نتمشى مع بعض وندردش، يعني خلاص بقينا اصحاب، نفتح قلوبنا لبعض. انت عايز تقفل حقك، انت حر، انا مش عايز. يا عم مش فكرة اقفل، بس الواحد افتكر كل حاجة حصلت معاه وهو صغير. كانت كده برضك، مصاريف المدرسة تيجي، أمي وأبويا يشيلوا الهم، وبعدين ألاقي أمي وشها نور وقالت لي ابسط يا عم، مصاريف المدرسة ربنا بعتها. فضلت الدنيا ماشية كده بقى، نخاف ونقلق، بعد كده ربنا يبعت. حتى الشغلانة الأخرانية دي، للتذاكر للحسابات، حاجة غريبة قوي. تيجي تدور على شغل ما تلاقيش، فجأة ربك يبعت. وعايشين على الصدقة ولا لأ؟ صح؟ ما هي الدنيا كده، ما تفكرش كتير. حد يتبعت له مصاريف المدرسة، حد يتبعت له قصر قبها، حد يتبعت له بنت زي القمر، وانت ورزقك بقى. بقول لك ايه، تاكل بومبار؟ انت مسخرة يا جدع. مسخرة ليه يا عم؟ هم اللي بياكلوا بومبار مسخرة؟ لا بس اللي شايف نانسي قمر ونفسه النور يطفي عشان يرقص معاها ما يقولش بومبار دي خالص. لا، ما انت مش فاهم الموضوع، انا هفهمك. تعال، البومبار ده اصل الحكاية، انا هفهمك. البومبار ده تدوق طعمه تنسى اصله. ايه ده؟ انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ وانت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت معزوم في قصر زركش صاحب الشركة. قصر مرة واحدة؟ قصر وعيد ميلاد وهيصة. يعني اتعشيت؟ بومبار. قصر ومنبر، انت شارب حاجه يا ولا؟ لا، البومبار ده كان بعد القصر، انا قلت ارجع للواقع عشان ما تعبتش. طب ما تشوف لي شغلانه معاك عند زركش ده. شغل ايه ده؟ انت بتخشي تنامي الساعة 11 الصبح يا رباب. اروح الشغل بعدين اروح انام، مالكش دعوه انت. خدمة اجتماعية يا رباب. يا اخويا هتخدمهم اي خدمه اجتماعيه وخلاص. القصه مش كده، القصه ان البنت تشتغل وخلاص. طول عمرك حبيب اخواتك يا سعد. مش معنى رباب يعني؟ انا مش عايزه اشتغل. وانا بشتغل. ايوه، بتشتغلي ايه بقى؟ اي بتشتغلنا. لا، بشتغل على النت. مش قصه بتشتغل على النت، قصه بتسلي نفسها على النت على امل يبقى شغل. ليه، هو مش بيجيب فلوس يبقى شغل؟ اشتريتي لك 3 شنط وبعتيهم لاصحابك بقوا شغل. طبعا شغل، ولسه في 12 جزمه جايين. إلهي يا شيخه يكتر من جزمك يا رب. اللي قول لي بقى يا سعد، شغل الحسابات دوت احسن لك ولا شغل الكافتيريا؟ هو كمرتب احسن، انما كبقشيش انيل. بس الحسبة مش كده، انت فاهم؟ القصه مش قصه الحسبه، القصه قصه ان انت بتشتغل كذا حاجه. قولي ما سخنلكش تتعشى؟ لا 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 لا، الحمد لله قوي. ولا اقول لك سخنيلي، انت عامله اكل ايه؟ كفته. طب والمنبار؟ القصه مش قصه منبار، قصه ان سعد طماع. بقول لك ايه يا سعد، انا عايزه املى الفيزا علشان ادفع فلوس الجزم. وماله يا حبيبتي، نملاها بس بالنص. نعم. امال هملاها لك ازاي انا وانت فاكراني زركش؟ دي فلوس هستلفها من الناس واسلفها لك. القصه قصه ان سعد عايز ينفعك ويستنفع. تمام، انت طلع لي بس صافي الربح قبل الضريبه. خلاص اوكي. وانا الاقي فين لنانسي شاب زيك يا سعد؟ بجد بجد يا نجيب بيه؟ انا من الاول حاسس ان في بينك وبينها حاجه، بس يا سعد لازم اسالها الاول، دي اغلى حاجه عندي. طبعا يا فندم طبعا. سعد عايز يتجوزك يا نانسي. ماشي يا سيدي، مبروك يا سعد. بس نتجوز في القصر هنا عند خالد. يا سلام، القصر ده اتبنى مخصوص عشانك انت يا سعد. من ساعة ما جبتليش شمعدان وانا بحلم باليوم ده. قول له عاوزه شغل. مش وقت ولا بابا. قول له عاوزه شغل. مش وقت ولا بابا. شغل.
سعد سعد مش وقت. اصحى سعد، احنا في الشركه. هو اللي مش وقت ورا بابا مين؟ مالكش دعوه، عايز ايه؟ هات الملف. في ايه مالك، انت كويس؟ يا عم مالكش فيه، روح شوف يا شغلك. عم انا غلطان لك، ما تزقش، كمل نوم.